مصدر من النادي الأهلي يعلنها النحاس بعد قيادته للفريق بشكل مؤقت سيستمر في مساعدة المدرب الأجنبي الجديد. تعرف على ما سيحدث. على ما يبدو كده ان خلاص عماد النحاس أصبح مكتوب على النادي الأهلي، وزي ما سامي قمصان فضل مستمر مع النادي الأهلي لعدة سنوات طويلة، حان الدور الآن على عماد النحاس. عماد النحاس بعد توليه القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، الناس بتسأل دلوقتي وبتقول طب ماذا سيحدث بعد التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد؟ هل سيستمر عماد النحاس أم سيرحل؟ عماد النحاس سيستمر في الجهاز الفني المعاون للمدرب الأجنبي الجديد اللي النادي الأهلي من المفترض انه يعلن التعاقد معه. والله بقى يجيبوه دلوقتي، يجيبوه بعد شهرين ثلاثة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم تقريبا اول امبارح ليله مباراه الاهلي وبيراميدز، ان للاسف مصدر من الاهلي بيقول ان اداره النادي الاهلي مش مجهزه حتى الان بديل ريبيرو، وهيحصل نفس اللي حصل قبل كده ايام كولر لما الاهلي مشى كولر وفضل قاعد فتره طويله عمال يدور على مدرب يجيبه، وفي الاخر جابوا لنا السباك ريبيرو. فدلوقتي ربنا يستر برضو النادي الاهلي مش مجهز نفسه، ولسه لحد دلوقتي مفيش اي بديل واضح لخوسيه ريبيرو.